مؤامرات وأصابع ملوثة وتدخلات في القوات المسلحة، ونجد إنذارات من البيانات العسكرية تنبئ بأن هناك في أصابع خفية امتدت أيديها إلى القوات المسلحة، وكأن هناك مؤامرات نخشى ما نخشى وراء كل هذه الأصابع التي يجب أن تقطع. أنا أقول بأمانة لا ننسى ولا بد لنا أن نقول الحقيقة أن القوات المسلحة كان لها يد في 25 يناير لولا وقوفها بجانب الشعب ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إراقة الدماء. عشان كده اليد الخبيثة الآن اللي بتمتد إلى القوات المسلحة، القوات المسلحة ما هم إلا أبناء هذا الشعب، ولم يخرج أحد منهم عن هذا الشعب. هذه المؤسسة الباقية لنا المتماسكة، مش عاوزين أصابع المعجورة دهية تصل إلى هذه المؤسسة. ونقولها بكل صراحة، الشعب والجيش يجب أن يكونوا يد واحدة على من عاد مصر. وبالتالي بنقول إن القوات المسلحة اللي كل يوم بتصدر لنا بيانات من فحواها إن في أصابع بتشتغل، إن هناك في مؤامرات. من قال كما يقولون إن من قتلوا في رمضان عند إفطارهم إن القوات المسلحة لا يد في هذا كلام تهريج، وبالتالي عاوزين ينفوا عن إسرائيل عدوانها على أبنائنا. وبالتالي نقول لهذه الأصابع المأجورة التي تعمل لحساب أمريكا ولحساب غير أمريكا من الغرب ومن الشرق، وخاصة من أمراء العرب، نقول لهم اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر.